مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل مقلوبة الفول الأخضر باللحمة. تعالوا نشوف المقادير. 3 كوبايات رز أبيض تقريبا 630 جرام. ممكن هنا استعمل الرز البسمتي. نص كيلو لحمة متقطعة قطع صغيرة كده، والمية اللي هسوي بيها. بصلة كبيرة متقطعة صغير. طماطمية واحدة متقشرة ومتشال البذر ومتقطعة قطع صغيرة. معلقتين كبار بقدونس متقطع صغير، وحوالي 2.5 كوباية فول اخضر 320 جرام. ده قبل ما اقشره كانوا تقريبا 2 كيلو. وبالنسبة للتوابل، قالب مرقة خضار، شوية ملح، معلقة كبيرة بهارات، نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، 3 ورقات لورا، وحوالي 4 حبات حبهان. وهحتاج كمان زيت اي نوع، ده زيت الكانولا. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة هعملها هبتدي اجهز اللحمة. هحط تقريبا 2 معلقة كبار زيت، وبعدين احط اللحمة. هنا النار لازم تبقى عالية عشان اللحمة ما تفقدش ميتها. اشوحها لحد ما تحمر كويس قوي. اول ما تحمر اشيلها من على النار واغسل المقلاية دي، وبعد كده احط 3 معالق كبار زيت، وبعدين احط البصل كله واشوح البصل واحط عليه شوية ملح صغيرين. احمره لحد ما لونه يتغير. هو كده زي ما احنا شايفين لونه اتغير. احط عليه اللحمة تاني واشوحه لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده احط عليه 4 كوبايات مية تقريبا، وعلي النار واضيف قالب المرقة وحوالي نص معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، وورق اللورا والحبهان. اول ما الشوربة تغلي اغطي عليها واسيب اللحمة تستوي براحتها. طبعا يرجع لنوع اللحمة، ممكن تاخد ربع ساعة او نص ساعة. في نفس الوقت عبال ما اللحمة تستوي ابتدي اسوي الفول. هغلي شوية مية حوالي كوباية. اول ما يغلي الفول اغطي عليه واسيبه يستوي. هو ممكن ياخد من 5 ل10 دقايق مش اكتر. في الوقت ده هغسل الرز وانقعه في مية ساقعة لمدة نص ساعة. انا هعمل المقلوبة في الفرن، فانا عندي طاجن يكفي 3 كوبايات. ممكن احنا نعملها في صينية او ممكن نعملها على البوتاجاز من فوق. دي عشان ما تلزقش واعرف اقلبها. حطيت بس ورقة زبدة في القعر بس عشان اما اجي اقلبها تبقى سهلة. هبتدي دلوقتي اجهز الرز لان اللحمة قربت تستوي والفول استوى. في بولة كبيرة هحط الرز بعد ما صفيته من المية. دلوقتي انا هولع الفرن على 400 فهرنهايت، يعني تقريبا 204 درجة مئوية. هحط البهارات والكركم وبقية الفلفل الاسود كله وحوالي معلقة زيت، وابتدي اقلبه كويس واحط شوية ملح صغيرين. بعد كده هحط الفول. انا سلقته خد تقريبا 10 دقايق وصفيته، والمية بتاعته حطيتها على مية اللحمة. هحطه على الرز دلوقتي واقلبهم كويس مع بعض. بعد كده احط الطماطم. طبعا اللي انا بعمله دلوقتي قبل ما احطه في الفرن على طول، ما اعملش الحكاية دي بدري عشان الرز ما يبوش. ونص كمية البقدونس. هبتدي الاول احط اللحمة في قعر الطاجن. لو الشوربة اللي فاضلة من اللحمة ما كفتش الرز هحط عليها شوية مية تانيين، بس عشان تستوي بسرعة لازم المية دي اغليها الاول. فانا هجهز شوية مية اغليهم في البراد بحيث لو احتاجت اضيف. بعد كده احط الرز كله، وبعدين احط عليها الشوربة، بس هحطها من غير البصل، يعني هصفيها. طبعا الشوربة سخنة. احط عليها شوية ملح. المية تقريبا 2 سنتي فوق الرز. بعد كده هغطيها واحطها على طول دلوقتي في الفرن. ممكن تقعد من نص ساعة ل45 دقيقة لحد الرز ما يتشرب. بعد نص ساعة ابص عليها اشوف الرز استوى ولا لا. لو احتاج مية ممكن اضيف تاني.
زي ما احنا شايفين المقلوبة استوت، خدت تقريبا ساعة الا ربع في الفرن. في اول ربع ساعة انا كنت معلية درجة الحرارة كانت 400 فهرنهايت، وبعد كده بعد ربع ساعة نزلتها ل 350 فهرنهايت، يعني تقريبا 180 درجة مئوية. طبعا المقلوبة بالفول الاخضر ممكن استخدم فراخ، ممكن جمبري، وفي نفس الوقت ممكن فول بس ازود كمية الفول، يعني مش لازم اعملها باي نوع من انواع اللحوم. هبتدي دلوقتي اقلبها، بس قبل ما اقلبها هسلك بس الجناب. هجيب الطبق اللي هقلب فيه، زي ما احنا شايفين دي شكلها النهائي. تتقدم طبعا سخن. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.